إن لدخول الجنة أسباب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فما على العبد إلا أن يبذل الأسباب في دخول الجنة، ومن أعظم الأسباب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن أعظم وأجل الأعمال التي توصل إلى الجنة طلب العلم النافع، علم الكتاب والسنة والعمل بما فيهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن هذه الأعمال على وجه التفصيل والإيجاز الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، والعمل بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد والوفاء بالوعد، وبر الوالدين وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم، وإكرام الضيف وتنفيس الكرب عن المكروب من المسلمين، والتيسير على المعسر، وستر المسلم وإعانته، والإخلاص لله تعالى والتوكل عليه، والمحبة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله تعالى ورجاء رحمته، والتوبة إليه والإنابة إليه، والصبر على حكمه والشكر لنعمه سبحانه، وقراءة القرآن وذكر الله ودعاؤه ومسألته، والرغبة إليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، فإن الله أعد الجنة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والعدل في جميع الأمور وعلى جميع الخلق حتى على الكفار، وإطعام الطعام وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، وحسن الخلق، والدعوة إلى الله عز وجل، والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومن ذلك طاعة ولاة الأمور، فإن هذا من أسباب دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فعلى العبد أن يجتهد في أسباب الجنة، وما هي إلا أيام قلائل للعبد في هذه الدنيا ثم ينتقل إلى الآخرة. فلنحرص على أن نكون من المتقين الذين وصفهم الله تعالى بأن لهم النعيم وأن لهم الفوز: إن المتقين في جنات ونهر
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. والمتقي هو الذي يتقي الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الجنة، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا معصيته.